بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فهمي، فني صيانة أجهزة كهربائية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنصلح سشوار. السشوار ده هو خاص بالكوافير وخاص برضه بالبيوت عند بعض الناس، بس بيبقى فيه خامات. يعني السشوار ده 2400 واط. السشوار ده جاي فاصل باور، فاصل كهرباء، يعني ما بيشتغلش من اي حاجة. فيه بيجي سشوار ممكن يكون فاصل تسخين، ممكن يكون فاصل مروحة اللي هو الموتور بس، فممكن يكون فاصل الاتنين خالص ما بنطقش. ليه؟ ممكن يكون فيه قفلة في المفتاح، ممكن يكون فيه موصل الموتور بس، موصل السخان بس، ممكن بيقوم يتحرق على طول يفصل. بيبقى فيه حاجة اسمها فيوز حراري جوه او سيرمو، بيبقى سيفتي، يعني بيبقى بيفصل على طول. اول ما بيحصل فيه اي حاجة بيقوم فاصل باور خالص، فاصل كهرباء خالص. النهاردة احنا بنشغل السشوار، فكيناه لقينا ان مفيش فيه استجابة خالص، فهنجربه كده بالسريع ونشوف العطل هيبقى منين. اعطال السشوار بتبقى من حاجات كتير، ممكن من المفتاح الاولاني بتاع السرعات، المفتاح التاني بتاع السرعات والموتور. كده جربناه بالسريع اشتغل، يبقى كده العيب عندنا في المفتاح. المفتاح هو اللي بايظ، فهنغير المفتاح ان شاء الله. مفتاح هنلحمه، هنفك السلوك زي ما السلوك شايفينها بتقسيمتها بالظبط، نفكها زي ما هي ونقسمها، وبتتفك بكوية اللحام. لازم يكون في مكوى لحام، ونقوم فكين المفتاح ونغيره. بعد كل ده بقى، بعد اختبار السلك، بعد اختبار المفتاح الاولاني المفتاح التاني، بيبقى فيه برضو مفتاح اللي هو نبضات، ممكن يكون مش موصل، ممكن يكون فيه قطع في الموتور زي ما قلت لحضراتكم، ممكن يكون فيه قطع في الهيتر نفسه. احنا كده بنجرب السلك لقينا السلك كده سليم، توصيله سليم، جربناه على لمبة السريع كده توصيله سليم. كده بقى احنا قلنا العطل هيبقى في المفتاح، فكده هنفك السلوك، تقسيمة السلوك زي ما هي، ونقسمها نحطها زي ما هي. اللي نفكه نرجعه زي ما كان تاني، ونغير المفتاح. كده غيرنا المفتاح بإذن الله. هنبدأ بقى ان احنا نوصل وننضف المروحة، نحطها على الجلب شوية زيت، يعني نظبط العمل كده. وبعدين الزيت لازم يكون زيت كهرباء، زي ما قلنا لازم يكون ان هو يبقى فيه زيت كهرباء. الزيت الكهرباء ده خاص بالتبريد وما بيأثرش على سلوك الكهرباء، ما بيأثرش على المبينة، ما بيأثرش على الملفات، ما بيأثرش، لان زيت الكهرباء ده بيتحط فيه المباين والمواتير الكهربائية، ومنه بيبرد، ومنه ان هو بيلين، بيعمل تليين للجلب عن زيت الجلبة. وغالبا اكتر حاجة بيبقى في الكباسات، كباس التلاجة وكباس التكييف. كده حطينا زيتنا الجلبة من ورا ومن قدام. الجلبة بيبقى لها منيم من جوه من الناحية الداخلية للموتور، منيم للزيت كده، بيبقى زي سفنجة بتشرب الزيت، عشان كل ما الموتور يسخن كل ما تديله زيت، تزيته تزييت زيتي. انا كده بفك المروحة لان بيبقى فيه كمية شعر، كل ده بسبب الشعر اللي دخل ده، بسبب قلة نظافة الفرشة، الوش اللي بيبقى بره السشوار خالص. المفروض ان بتفك الدائري اللي هنفكه بعدين واقول لكم عليه. نضفنا احنا الشعر اللي بيبقى جوه، الشعر والاتربة والحاجات دي كله، لان الموتور بتاعه بيبقى موتور صغير، فعايز على طول تزييت وعايز نظافة. موتور وبيبقى فيه ملف حراري. الملف الحراري ده بيبقى عبارة عن دايرة تسخين، يعني زي سلك حراري، اللي بيبقى شبه بتاع الدفاية، سلك الدفاية، وبيبقى شبه برضو سلك البلاطة، او سلك اللي هو ايه البوتاجازات الكهرباء، شعلة الكهرباء كده. كده احنا بقى هنبدأ نقفل ان شاء الله.
في هنا زي صابع كده او زرار بيركب على الزرار بتاعه اللي بيدي التكة بتاعته، الزرار الصغير ده. ونبدأ نقفل بالترتيب. نقفل السلك بقى بينام جنب المفاتيح بالظبط. احنا بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم هنبقى ننزل فيديو نشرح فيه جميع الأجهزة الكهربائية اللي بتكون استعمالها جيد وخامة كويسة لكل ست بيت ولكل جهاز عروسة ان شاء الله. اقول لكم عن السشوار ايه اللي تجيبوه. يعني السشوار ال 2400 واط ده جميل قوي ممتاز وخامته كويسة، صيني بس ممتاز. فيه هنقول على الميكروويف، هنقول على الحاجة اللي احنا بنشتغل فيها، هنقول على التوستر، هنقول على الفرن الكهرباء بإذن الله، هنقول على المكوى البخار. هنتكلم عن كل حاجة خاصة بالمجال بتاعنا ان شاء الله. بحيث ان حد يشتري حاجة يلاقي قطعة الغيار موجودة، ويلاقي صيانتها موجودة متاحة في اي مكان ان شاء الله، وتقدر ان هي تديله نتيجة كويسة، تبقى خامة افضل وعمر برضو اكتر. وبالنسبة للفلوس برضو هقول لكم على ايه كذا نوع من الاجهزة. اذا ما جبناش ده يبقى ده يبقى ده يبقى ده، هقول لكم على كذا نوع ان شاء الله بالتدريج. ربنا ان شاء الله المستعان. كده بنقفل السشوار، سلوك السشوار نقفلها نربطها في كل مكان، نظبطها كده عشان لما نيجي نقفل الوش الغطا بتاعه يتقفل يبقى مظبوط وما يبقاش فيه اي عائق خالص ان شاء الله. كده بدأنا ان احنا نقفل السلك، لميناه كله، وناخد بالنا برضو ان ما يبقاش فيه اي سلك ملامس لسلك. لو في حاجة قدام مننا نقدر ان احنا نازلها بالشرينك اللي هو الرقم او بشكرتون، بس الشرينك بيبقى احلى. كده برضو بدل فكناه يبقى لازم ان احنا ننضفه، مش هياخد مننا اي حاجة. النظافة دي تبقى كويسة، بتحافظ حتى عشان الاتربة وعشان اي حاجة ما تخشش تاني. كده بقى بنقفل كل حاجة في مكانها بإذن الله. كله بات اهو، مفيش اي سلك طالع. الشفة بتاعته بيبقى لها شفة على الشفة كده منيم. نقفل المسامير وبيبقى 3 مسامير، مسمارين في المقبض ومسمار في الوش اللي هو جنب المروحة. نمسك نبدأ بقى ان شاء الله ان احنا ايه نقوم مقفلين اللي هو المسمار اللي بيبقى في الوش من بره الداير بتاعه. كده تقفل خلاص كده تمام زي الفل. كده بقى الوش اللي بيركب فوق بيبقى له مجاري، يعني بيبقى له مجرى بيركب فيها. زي ما قلنا بيبقى له مجرى بيركب فيها. احنا بننضف الوقت كل حاجة فوق كده. الوش اللي احنا بنقول عليه الوش ده يجب ان تنظيفه كل شوية، يعني مثلا كل يوم كل يومين لازم، عشان الشعر اي سشوار يبقى بدون الوش اللي فوق ده، وش الحماية ده، لان الوش الحماية ده بيديله منه ان هو بيديله تبريد، انه بيشفط هوا المفروض ما يتكتمش. الحاجة التانية كمان ان بيمنع دخول الاتربة الكتير وبيمنع دخول الشعر، وسهل في الفك والتركيب. يعني بيبقى ايه مجرى كده بتلف يمين تربط خلاص. كده ما شاء الله كده شغال هوا وشغال تسخين زي الفل. السرعات شغالة تمام 100%. كل ده انا وانا بشغله كده هوا بجربه برضو ايه بالتسخين على ايدي. كده التسخين شغال اهو، انا بجرب السرعات وبجرب التسخين، بجرب كل حاجة كده زي الفل. كده تمام 100% ان شاء الله. وانا تحت امركم في اي اسئلة او اي استفسار عن اي جهاز لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.